أرملة الرئيس الراحل هواري بومدين تكشف عن طبيعة مرضه ووفاته. قالت أنيسة بومدين أرملة الرئيس الراحل هواري بومدين اليوم الاثنين بمناسبة الذكرى 44 لوفاته: إن الرئيس الراحل كان يكره الفوضى، يحب النظام، وكان يتسم بإرادة قوية جدا. كما أضافت خلال الملتقى الوطني حول الرئيس الراحل هواري بومدين في الذكرى 44 لوفاته بالمركز الدولي للمؤتمرات: كان يتحمل كل شيء دون أن يشتكي. بومدين لا يهمه الجانب المادي، كان آخر همه. كان بسيطا، يتحدث عن كيفية حماية الأسعار وحماية القدرة الشرائية. كان يحب الحديث مع الفلاحين. كان رجلا وفيا ويحب الارتجال في خطاباته. وتابعت أرملة الرئيس الجزائري الراحل: لقد كانت الثورة التحريرية ثورة شرسة استمرت ل8 سنوات. الثروات التي تم اكتشافها من بترول وغاز جعلت فرنسا أول بلد أوروبي يمتلك المحروقات. وعن وفاته كشفت أرملة الرئيس الجزائري الراحل: أطباء الراحل قالوا لنا أصيب بنزلة برد، وبعد 40 يوما وفاته المنية. وفاته كانت صدمة للجميع. كنت أرى الراحل في عيون الشباب الذي منح له الفرصة. كنت أراه في جيشنا الشعبي. كنت أرى الحزن في الشوارع ومختلف المدن. بومدين سيبقى حاضرا في القلوب كما كان بومدين رجل المحرومين والمساكين. رحمك الله يا بومدين.